مرحبا، يعطيكم العافية ورمضان كريم ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. اليوم بدنا نعمل مهلبية النشا. خلال أنا عرض المكونات رح لكم الشغلات الأساسية والشغلات الاختيارية اللي فيكم تستغنوا عنها إذا ما هي موجودة عندكم. رح نحتاج لوصفة اليوم لترين حليب. رح نحتاج 3/4 كاسة نشا أبيض. رح نحتاج كاسة سكر. رح نحتاج مية الزهر أو ماء زهر. رح نحتاج ما يعادل معلقتين كبار. بعدين اختياريا فيكم تضيفوا نص كاسة لوز مطحون مثل ما انا شايفين. رح استخدم اليوم انا كمان بندق مطحون مع المهلبية. اذا جربتوه رح تطلع كتير كتير طيبة، رح تعجبكم. رح استخدم كمان اختياريا اذا بتحبوا نص معلقة شاي هيل مطحون. ورح نستخدم طبعا الفستق الحلبي للتزيين. الموضوع الاختياري، يعني الشغلات اللي ما هي اذا ما هي متوفرة عندكم فيكم تستغنوا عنها، اللي هو اللوز المطحون، البندق المطحون، الهيل. فيكم هاي الاشياء الثلاثة تستغنوا عنها. بالنسبة للفستق الحلبي طبعا للزينة كمان هذا الموضوع اختياري. فهلا رح نبدأ بالتجهيز. هلا الخطوة الأولى، أنا من اللترين الحليب اللي عندي رح فضي تقريبا ما يعادل نص لتر حليب، خليه على طرف، والباقي رح احطه بالطنجرة على نار متوسطة. هاي تقريبا لتر ونص حليب مثل ما انا شايفين، رح احطه بالطنجرة على نار متوسطة او من هادية للمتوسطة حسب قوة الغاز اللي عندكم. هلا الخطوة اللي بعدها رح نبدأ بالنص لتر تقريبا الحليب اللي فضيناه على طرف، رح اضيف فوقه النشا، ورح اضيف فوقه السكر، ورح اضيف اللي هو اللوز المطحون اللي عندي، وراح اضيف البندق المطحون، وراح اضيف اخيرا اللي هي النص معلقة الهيل المطحون. هلا رح نبدأ بتحريك هاي المكونات كلها مع بعضها. وهلا مثل ما احنا شايفين بعد ما خلطنا المكونات كلها مع بعضها، رح اجي على الحليب اللي محطوط فوق الغاز، رح نزل المكونات اللي خلطناها كلها بالحليب. طبعا المهلبية بتحتاج تحريك بشكل دائم، فهلا بعد ما حطينا المكونات كلها رح تابع التحريك انا على نار متوسطة مشان نتأكد انه الحليب ما يلزق معنا بأرض الطنجرة، وبنفس الوقت لبين ما نحصل على السمكة المطلوبة. المرحلة الأخيرة راح نضيف معلقتين كبار ماء زهر، ونعيفهم غليتين تقريبا، ونطفي تحتها ونحطهم بصفون التقديم مثل ما راح نشوف. طبعا ما فينا نعيفها فترة كبيرة بدون تحريك، يعني مثل ما بتعرفوا إذا تركناها بدون تحريك النشا ببلش يجبل معنا، وبعدين بصير صعب علينا نخلطه مرة تانية مع المكونات، فراح نتابع التحريك. مثل ما انا شايفين هلا تقريبا بعد نص ساعة على نار بين الهادية والمتوسطة مع التحريك المستمر حصلنا على المزيج هذا. راح اخليها كمان شوي، حركها كمان شوي على النار.
خلال التحريك بلش الحليب يغلي معنا مثل ما شايفين هون. فأنا هلأ راح أضيف معلقتين كبار ماء زهر، وراح أحرك الخليط كله مع بعضه. راح طفي النار. هلا مثل ما انا شايفين راح ابدا انا بصب المهلبيه بصحون التقديم. راح اعيفهم بالمطبخ لبين ما ياخذوا حراره المطبخ، بعدين راح احطهم بالبراد. بالبراد تقريبا بيحتاجوا ساعه لساعتين تقريبا، وفيكم بعدين ترشوا الفستق الحلبي على وشهم وبيكونوا جاهزين للتقديم مثل ما راح نشوف بعد شوي. وهلا مثل ما احنا شايفين بعد ما نطلعهم من البراد وقبل التقديم بنرش عليهم الفستق الحلبي وبنقدمهم. طبعا انا حطيتهم كذا نوع من التقديم، فينا نحطهم بصحون صغيرة، فينا نحطهم بصحن كبير، او احيانا انا بفضل كمان بكاسة بلور، هيك شكلها حلو بيطلع كمان. وهي المهلبية بالمكسرات اليوم، والف صحة وهنا.